في اسئله كده جات لي كذا مره، يعني حد يسالني مثلا يقول لي لو حد زنا ينفع يتوب؟ لو حد مثلا شرب خمره ينفع يتوب؟ طب تعالى كده نقرا الايه دي مع بعض. يعني قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرفوا على انفسهم مقصود بها الاسراف في الشهوات والذنوب والمعاصي. انسان اسرف، تخيل بقى يعني، مسرف في الذنوب، مسرف في المعاصي، مسرف في الشهوات. وخلي بالك من لطف الله، ربنا يقول ايه؟ قل يا عبادي. ربنا ما قالش يا ايها العاصي ولا يا ايها المذنب. ربنا سبحان الله غفور ورحيم وودود وجميل. سبحان الله، ربنا بيجذب الناس لرحمته. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. انسان مسرف على نفسه انسان زنى، انسان شرب خمر، اسرف اهو، كل ده اسراف في الذنوب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، لا تيأسوا من رحمه الله. لا، القنوط معناها اليأس. لا تيأسوا من رحمه الله. يعني الانسان يكون عنده حسن ظن بالله وعنده يقين في الله ان الله يغفر جميع الذنوب. فلما نعرف ده نرجع لربنا، نتوب لربنا، ما نتجرأش بقى على المعاصي. ما اقولش بقى خلاص انا هشرب بقى خمره ولا انا هزني لا، ارجع واتوب وابعد عن الذنوب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، لا تيأسوا من رحمه الله. مهما كان حالك، اوعى الشيطان يوصلك للقنوط من رحمه الله، اوعى الشيطان ييأسك من رحمه الله، اوعى الشيطان يقول لك انت مش نافع، ربنا مش هيقبلك. لا يا عم، هيقبلك، بس انت ارجع. لو شربت خمر ارجع، او لو زنيت ارجع، بس اهم حاجه ترجع وتبعد عن الذنوب. هو ده الاصل. طب تعال نكمل الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب. إنسان شرب خمرة، ربنا يغفر الذنب بإذن الله. إنسان زنى، ربنا يغفر الذنب بإذن الله. إنسان ألحد كفر بالله ورجع تاني لله، ربنا يغفر له بإذن الله. أهم حاجة إن إحنا إيه؟ نتوب إلى الله ونرجع إلى الله. آية جميلة بترغبنا لرحمة الله، بتخلي الإنسان يتكسف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، ختام عظيم للآية بصفتين لله واسمين لله، الغفور والرحيم. طب إيه معنى المغفرة؟ المغفرة إن ربنا لا يؤاخذنا بالذنب. أنت عملت ذنب، ربنا إيه؟ لا يعاقبك عليه ويستره عليك في الدنيا وفي الآخرة. جميل، اسم جميل جدا لله، اسم الغفور. طب إيه معنى الرحمة؟ إن ربنا لا يؤاخذك بالذنب، عملت ذنب ربنا لا يعاقبك عليه، وفي نفس الوقت يستره عليك، وفي نفس الوقت يتفضل عليك بالنعم ويوسع عليك. فسبحان الله، آية فيها ترغيب للرجوع إلى الله والتوبة إلى الله. هو ده ربنا اللي بنعصيه، ده ربنا اللي بنقصر في حقه. يدعونا ويرغبنا في رحمته ويرغبنا في التوبة، ويقول لنا إن هو يغفر الذنوب جميعا ونتجرأ على معصيته. سبحان الله، ربنا جميل وغفور ورحيم. فالإنسان يحرص على التوبة والرجوع إلى الله ويكون عنده حسن ظن بالله. ربنا رب يرحمنا ويتجاوز عنا ويتوب علينا.